سعيد بلقائكم مجددا مشاهدينا الكرام متابعي موقع تيل سبور الأوفياء أينما كنتم في حلقة جديدة من برنامجكم الفيستير. مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة غادي نستضيفوا الإطار الوطني وأحد أبرز نجوم كرة القدم الوطنية الذي سار وجال بمجموعة من الأندية الوطنية أبرزها نادي الوداد الرياضي الذي حمل قميصه في وقت سابق كما حمل قميص المنتخب الوطني المغربي وتألق مع الأسود آنذاك. نرحب جميعا مشاهدينا الكرام بالإطار الوطني والدولي المغربي السابق سي محمد مديحي. سي محمد مساء النور. مساء الخير سي محمد رضا، وكذلك مساء الخير مخرج الحلقة وكل متتبعي البرنامج تيلي سبور عبر هو تلفزيون. نتمنى ان شاء الله نكونوا موفقين ان شاء الله في التدخلات ديالنا اليوم معك سي رضا. سي محمد هذا فيستير ربما مختلف على الفيستير اللي تعودتي عليه. هذا فيستير في الكاميرات هو الصراحه كلمه ديال لي فيستير تترجعك السنوات الماضيه لا تقريبا مع جول الفروق، لان الناس اللي باش تعرف لي فيستير دائما بعض المرات تدوز فيه مثلا شي اجواء اللي سواء تكون افراح ولا قرح. صحيح. دائما لي فيستير بعض المرات هو اللي تيكون موفقين فيه بعض المدربين سواء هما اللي تيكونوا غير موفقين. هذا هو لان دور الفيستير مهم في كرة القدم. صحيح. هو اكيد نتمنوا يكونوا هذا الفيستير هذا يفكرك في الذكريات الزوينه سي محمد ان شاء الله. اذا سي محمد نبداو باول محور واللي خاص بنادي الوداد الرياضي. تابعتي اكيد المباراه الوديه اللي جمعتهم امس الوداد الرياضي الفريق ديالك السابق اللي سواء كنتي فيه كلاعب او كمدرب، فمباراه وديه اللي ما كاينش فيها النتيجه. صحيح ان الوداد انهزمات بخطا فردي او نقدروا نقولوا خطا مزدوج بين الرياحي والحارس المرمى بن عبيد، وانما اللي كاين في هذه المباريات هو الوقوف ديال الاطار الوطني محمد امين بن هاشم على العناصر ديالو، على الوافدين الجدد، على التركيبه البشريه، خصوصا ان مباراه دوليه بقيمه سيفيا، رغم ان سيفيا الموسم ما داروش واحد البيرفورمانس اللي هي كبيره. كنعرفوا ان سيفيا كانوا مهددين بالنزول القسم الثاني، لكن كيبقى سيفيا تماما. كيفاش تابعتي المقابله سي محمد وكيفاش جوك الدراري تاع الوداد في لقاء الامس؟ ومن خلال هذا التدخل المقدمه اللي درتها سي رضا، لازم بهذه المناسبه الالمه تقدموا بالتعازي الحاره الغالي العالمي احد الوداديين للاصدقاء ديالو بدر وحموده، وكذلك الاب ديالو والام ديالو جوج ديال خوتو. بهذه المناسبه الالمه تنقدموا لهم التعازي، انا لله وانا اليه راجعون. بالنسبه للمقابله ديال كما ذكرت يا سي رضا، مقابله وديه، اكيد بان منذ يعني الترسيم ولا يعني التثبيت الاطار الوطني محمد بن هاشم، اكيد مثل هذه المقابلات غيعطيوك فكره على المجموعه، لان دائما المدرب تياخذ عهد على نفسه على انه باش ما يظلم حتى شي واحد. لو ان بعض الكل شاف بان دخول ديال بعض اللاعبين فهي كاين اللي رجعها باب العاطفه ولا محاباه بعض اللاعبين. انا تنشوفها بالعكس، تنشوف بان كل واحد ياخذ الفرصه ديالو، لان ملزم امين بن هاشم على انه يدي لاعبين اللي يمثلوا الوداد احسن تمثيل، يمثلوا المغرب احسن تمثيل، فلهذا عطى الفرصه للجميع. اكيد بان المقابله امام بورتو غتكون احسن. تكلمتي على معطيات صحيحه سي رضا ديال اشبيليه، عانى هذا الموسم يعني في الليغا. عرفنا بان ماشي ديك اشبيليه اللي كنا تنعرفوا ايام بونو والسيطره على الاوروبا ليغ. فتنظن بان هادو معطيات ما ينساش الناس كذلك المتتبعين المغاربه على ان الوداد ما كانش احسن الاحوال ديالو تقريبا طيله الموسم مع مكوينه، وهذا واقع. فتنظن بان امين بن هاشم رجع شويه الثقه لهذوك اللاعبين. شفنا يعني المباريات الاخيره كان واحد رده الفعل، ولو ان كما تنقولوا متاخره، ولكن على الاقل يعني بدات الناس تثق في المدرب وكذلك في اللاعبين. نتمنوا بان ان شاء الله خلال التدخلات ديالنا غادي نتكلموا على معطيات اخرى، مبينها بان كاين خصاص، وهذا الشيء اللي جا في الندوه الصحفيه. ويعني ابار
يعني ما يمكنش واحد اللي داخل وسط اللاعبين كمدرب كإدارة تقنية عارفة بأن راه كاين خصاص. فتنظن بأن الجمهور، لأن تنعرفوا مثلا الجمهور الودادي ولا الجمهور المغربي عامة لا تيعرف الفريق ديالو دابا، ولا حتى حاجة ما تتخبى، لأن كرة القدم ماشي بيروات اللي تشتغل فيهم. كرة القدم يعني كل الناس كل شيء تتشوفك سواء عبر التلفاز ولا سواء مباشرة، فتعرفوا من اللاعب المزيان ومن اللاعب اللي عادي ومن اللاعب اللي دون المستوى. صحيح. اذا اللي قال امس كما قلت لك السي محمد، شفنا في بعض اللاعبين اللي عندي بعض الملاحظات انت شيقي تفهم اكثر مني انايا. فمثلا العوده ديال اللاعب بن قطيب اللي كان مشى بريطي للمغرب التطواني وطاح مع تطوان. محمد امين بن هاشم من خلال هذه الخطوه واش بغى يعطيه ثقه، بغى يعطيه لا كونفيونس؟ انت مدرب تفهم اكثر مني في هذه الامور، ولا ربما ما بغاش يظلمه، بغى يعطيه فرصه يشوفه في ماتش ميكال قبل ما يحدد اللائحه النهائيه اللي غادي تمشي في هذه الايام القليله. انا هو الا شفنا مثلا اللاعب بن قطيب ولا اللاعبين الاخرين، فتنظن بان العقد ديالهم ساري مع فريق الوداد اكيد. وهذه معلومه اللي صحيحه، والناس يمكن غادي يشاطرونا الراي، لان كاين بعض اللاعبين اللي تتجلبهم كنجوم من الفرق ديالهم وما تيعطيوكش، والعكس كاين فريق اللي تتجلبه لاعب عادي ولكن يقدر تخرج منه الماكسيموم. تنظن بان بن هاشم هذا هو التفكير اللي مشى فيه، على ان بن قطيب حتى هو تعطاه فرصه، لان يمكن يقدر اللاعب يأدي مع واحد المدرب، وواحد المدرب ما تيكونش مرتاح معاه ما تيعطيكش 100%. صحيح. اتضح على ان مثلا المجموعه اللي كانت عند مكوينه بالطريقه باش كانت تلعب ماشي هي مع بن هاشم، ولا اداء مزيان ولا قتاليه. هادشي اللي كان تينقص في الوداد ولا اكثر من هذا، وهذا واقع وبدون مجامله. دائما انا تنتكلم على هذا الموضوع اكثر من مره، لان باش نكونوا واضحين، لا الوداد ولا الرجاء ولا الفرق الكبرى لما تتلعب في مركب محمد الخامس تيكون الاداء احسن. لان شفنا الوداد تقريبا من السنه الماضيه ملي تتلعب في المحمديه ولا في برشيد ولا تتلعب يعني خارج القواعد ديالها، تتشوف ان اللاعبين ما تيديوش ما تيعطيوكش الماكسيموم. ما يمكنش مثلا بحال البارح الملعب مملوء عن اخره، الاحتفاليه بياسين بونو اللي رجل بكل صراحه يستحق هذاك اكثر من هذاك الشيء اللي داروا ليه الوداد. تنظن بان الاعتراف بالخدمات اللي قدم بونو الفريق الوداد كابن المدرسه، فتنظن بان تيخليك تفتخر انك يوم من الايام انك لعبتي. فسبقها مثلا كان الداودي، كان عده لاعبين اللي تكرموا في بعض المقابلات، ولكن اللي اعطى الجماليه اكثر لهذاك الاحتفاليه ولا هذاك يعني التكريم، هو ان فريق اللي تألق معه ياسين بونو فريق إشبيلية. فتنظن بأن عصفورين بحجر، فكانت بادرة طيبة. نتمنى باش نرجعوا للموضوع ديالنا، نتمنى بأن أي لاعب يستحق يعني يكون مع اللائحة اللي غتمشي لكأس العالم الأندية. تعرف بأن تنتظروها وداديين، تنتظروها الشعب ولا الناس اللي متبعين الكره في المغرب، لان ما تيمثلش الوداد، بالعكس تيمثل جميع المغاربه. نتمنوا الوداد ان شاء الله يكون، ولو ان القرعه ما كانتش رحيمه يعني باش تكون مع السيتي، ولو ان في اسوء الظروف ديالها ولا اسوء الاحوال ديالها، ولكن السيتي دائما تيبقى السيتي. جيفونتيس كذلك ومثال. شفنا غير العين الاماراتي اللي بين قوسين يعني الناس تقول بان الحلقه الاضعف، بالعكس، ولكن غتشوف اللاعبين اللي عندهم من احسن المحترفين. يعني ابرزهم سفيان الرحيمي، زياده على ذلك تيجيبوا من احسن المحترفين اللي تيمارسوا في مثلا في اسيا ولا القاره، حتى في القاره يعني الجنوبيه. تنعرفوا ان الكره البرازيليه ولا مثلا الارجنتينيه ولا البرازيليه الاوروغواي الميكس، فتشوف لاعبين على مستوى تيمشيو
الدوري الاماراتي ولا الدوري السعودي، تنظن بان تقريبا كما قلت المجموعه لم تكون رحيمه بفريق الوداد الرياضي. صحيح. غندويو على المونديال تاع السي محمد، وغندويو كذلك على القرعه اللي تحد تيجي اللي دويتي عليها دابا قبل قليل. لكن ندويو على فتره مكونه السي محمد. ربما للاسف الوداد كان مخطئا في اختيار مدرب ربما اللي تمنحت ليه صلاحيات اكبر، وربما المدرب هو الاكثر حظا في هاد المدربين الاخرين. كنعرفوا ان فتره سعيد ناصري، فانت خدمتي مع السي سعيد السي محمد، فربما الرجل ما كيصبرش على المدرب، ما كيصبرش على النتائج، يقدر يحيده في الدور 4. هذا خدا وقت كافي السي محمد هذا المكونه. لا هو بصراحه لان يعني الثقه اللي خدها مكونه لا من جماهير ولا من مسؤولين، فما تنظنش بان اي مسؤول غيشوف الباركور ديال مكونه مثلا وما يكونش لا فرحان بالانتداب ديالو. يعني الانسان يكون على حق. فيمكن الطريقه باش كان تيلعب مع سان داونز، يعني الكل كان مرحب به هنا في فريق الوداد، وكذلك قلنا بان غيعطي اضافه للبطوله برو، ولكن تبين مع مرور الوقت على انه يعني كما تنقولوا مدرب بغى يموت بالافكار ديالو ولو انها خاطئه. لان ما يمكنش مثلا انت لاعب اللي هادي راه كان تيديرها غير اوسكار الله يرحمه، اوسكار فيرلوني هو اللي كان يقدر يجيب لك مهاجم ويرجعه مدافع ولا وسط ميدان، ولكن تيشوف فيه عنده مقومات ديال هذاك المكان وتيهيئه. فشفنا مكونه مثلا بعض الاختيارات ديالو اللي تبين بان كانت خاطئه 100%. شفنا واحد تقريبا من بعد واحد السلسله ديال الانتصارات، 5 ديال الانتصارات من بعد الموت ديال الجده ديالو، فاذا بي تنتفاجئوا بان رجع لواحد التشكيله اللي ما كانش يحقق بها نتائج. هذا تيتبين بان مكونه يعني كانوا عنده افكار خاطئه. يمكن حتى عدم وجود مثلا واحد اللي يكون ابن الفريق ولا واحد اللي يكون مثلا تعرف الخبايا ديال الكره البطوله برو، فتنظن بان حتى هو اشياء اللي ما عاوناتش لا الوداد ولا مكونه. ولكن كما نرجعوا نقول بان من بعد تبين بان بن هاشم كان مثلا الثقه اللي تعطاته كانت في محلها، وشفنا يعني تغيير تقريبا 100%. لعب مع مقابلات اللي صعبه، صحيح، لعب مع الزمامره، لعب مع الجيش، 3 مباريات، 3 مقابلات، 9 النقاط. تنظن بان راه يعني النتيجه والاداء هي اللي تتحكم على بن هاشم. صحيح. مساله الثقه ما كايناش في الوداد السي محمد للاسف انت معنا اليوم اطار وطني، فللاسف ما كنتيقوش في ولاد البلاد، ما كنتيقوش في اللاعبين اللي صنعوا امجاد ديال الانديه المغربيه، اللاعبين اللي حملوا قميص المنتخب الوطني المغربي. دائما الاطار الوطني هو اطار مهمش. ما ندويش على بن هاشم، بن هاشم عنده 3 ماتشات ولا 4 باحتساب مباراه ديال اشبيليه، فندويو غير الفتره ما قبل المكونه اللي كنتي فيها انت السي محمد، وكان فيها كذلك الاطار الوطني عادل الرمزي. فثنائي مغربي تمكنتوا رغم ان الفيكتيف اللي كانت عندكم راه ماشي الفيكتيف اللي كاين دابا راه سمعنا لاعبين برازيليين، لاعبين مغاربه العالم، الرياحي، بن قطيب، الشادلي واللائحه طويله. وحتى الراتب الشهري كان عند السي مكونه واحد التعويض جد مريح. كنعطيو لكم السي محمد نتوما غادي تخدموا جو غينوي اش 24. علاش ما كنتيقوش في الاطار الوطني السي محمد؟ انتم وصلتوا للسوبر اللي بالعمل ديالكم راه ماشي حتى حدايا اليوم، راكم مشيتوا كلشي شاهد، مشيتوا للسوبر ليغ الفينال. شوف هو ولو ان يعني ما دوزتش فتره طويله مع عادل الرمزي، ولكن كنتي في اشراف اكثر من مره تكلمت على انه مدرب عنده يعني الطريقه ديال التدريب ديالو. يعني مدرب اي مدرب كما كان نوعه عنده اشياء ايجابيه وعنده اشياء سلبيه. فتنظن بان الفتره اللي كنت فيها يعني من بعد يعني الرجوع ديال فوزي البنصرتي اللي كنت معاه كذلك، فانا مشاطرك نفس الراي على ان ما كانتش الظروف مواتيه، ما كانش اللاعبين في احسن الاحوال ديالهم. تنعرفوا بان ديك الفتره هي اللي كان فيها المشكل ديال السي سعيد الناصري اللي تنتمناو ليه ان شاء الله يفرج عليه. فاشياء عده اللي خلات بان الفريق دخل في مشاكل، في عدم التركيز. فتنظن بان تكلمتي لي على الفتره ديال المكونه، انا متفق معك 100%. جميع الظروف اهم شيء كانت هي الثقه
لا من المسؤولين ولا من الجماهير. فتنظن بان الوداد باش تخسر مثلا مع فريق المغرب فاسي ب4-0 في الملعب ديالك، ويعني وتبقى مستمر على رئيس العريضه ديال نادي الوداد الرياضي، فتنظن بان راه من مستحيلات السبع بكل صراحه. فيمكن ما يعني كما تنقولوا، ولكن الحمد لله يعني الطريقه اللي خرج بها ما كانتش طريقه باش نكونوا واضحين خايبه، لان هو اللي ولا تيطلب يمشي. لان شفنا في الندوه الصحفيه على تبدا تيتكلم على ان خص المدرب يمشي، تيلمح على انه ما بقاش قادر يعطي. هذا شيء عادي في كره القدم. غير هو انا نعاود نتفق معك مره اخرى على ان هو توفرت ليه جميع الظروف. الى مثلا بن هاشم كذلك نتمنى تعطاه فرصه هو مثلا. صحيح. عدم الضغط ما نبقاوش، لان من خلال المباراه ديال البارح شفنا بان كل واحد الغيره ديالو على الفريق ديالو هي اللي تتخليه يتكلم، لان بدا تيدير العاطفه وبدا تيدير بالعكس. انا تنشوفها من باب يعني فرصه للجميع. هذه مقابله وديه، اي لاعب عنده عقد مع الوداد خصو تعطاه الفرصه ديالو. فيمكن تحكم على امين بن هاشم من بعد ملي مثلا لاعب اللي تبين للجميع لانه ما قادرش ولا ما باقيش قادر يعطي، كاين احسن منه وبقى في اللائحه. هذا هو اللي يمكن يتعاب على اما لحد الان من حقه يعطي الفرصه للجميع، من حقه يطالب بالاماكن الخصاص. لان سمعت انا التصريح ديالو الاهم هو مثلا البطوله الموسم المقبل ان شاء الله، لان الوداد عودنا على ان يشارك في عصبه الابطال، يمشي فيها يعني لابعد النقطه. فتنظن بان المشاركه ديال الموسم المقبل في الكاف فالحمد لله، ولو انه يعني كان الوداد يستحق احسن، ولكن على الاقل دائما يبقى في هذيك المنافسه الافريقيه. لان فريق الوداد باش تخرج من الشامبيونز ليغ وتخرج من كاس الكاف، ويعني هذه اشياء اللي غادي نجلب انا لاعبين بواحد المبالغ خياليه ونشارك بها بالكاس والبطوله، فتنظن بان ما عندها حتى معنى. صحيح. اذا سي محمد، قبل ما ندوي مباراه بورتو اكيد تفاعلتي مع الاشاعه الكبرى اللي فجرتها جريده ماركا الاسبانيه ربما اهتمام نادي الوداد الرياضي بظاهره كره القدم العالميه البرتغالي كريستيانو رونالدو. لا والله ثق بي اخويا رضا، انا والله ما تفاجأت، ونعطيك معطى اللي صحيح. لان تنعرفوا يمكن ما بغيتش نجبد الاسماء، ولكن الكل تعرف بان صديق بونو هو كذلك صديق ديال رونالدو. صحيح. راه تعرفوا انت مزيان، صديق العائله ديال رونالدو. فكان عندي انا مثلا، لان يمكن كان اقتراح، لان مزيانه رونالدو بان غادي عنده تكون المشاركه في كاس العالم في هذه النسخه. صحيح. كذلك الوداد حتى هو باش يعني تكتب على ان اسطوره من اساطير العالم. لان نتكلموا على رونالدو ما تنتكلموش على اي لاعب اللي يعني حطم جميع الارقام، لاعب اللي في المستوى. شفنا سمعنا التصريح ديال بن هاشم على ان فخور يكون معاه رونالدو. كذلك انا من الناس اللي تنتمنى مثلا لما لا تكون المشاركه ديالو في كاس العالم للانديه. اكيد رونالدو غير يعني المكان ديالو مع اللاعبين مثلا داخل رقعه الملعب راه تعطيك اضافه، تسجل لك من انصف الفرص. انا بعدك ما جاتنيش غريبه باش نكون معك امانه، لان كما سبق وذكرت كاين اسم مغربي معروف يعني اجون، وقبل ما يكون اجون هو صديق جميع اللاعبين المشهورين، وكنا دائما تنشوفوه في جنب رونالدو في جميع النهائيات مع في دارو مؤخرا مثلا في السعوديه. فقلت انا يمكن هذا هو الباب اللي يمكن جات منه هذه الاشاعه.
صحيح. دابا ربما النقاش اسم محمد هو ماشي رياضي، متفق معك ان رونالدو هذا الفرق في اي فريق، ولكن النقاش اللي داير هو اقتصاديا، واش الوداد قادره على انها ربما على شوف المصاريف اليوميه تاع رونالدو. شوف لما تقترح على واحد الانسان، واش دابا مثلا هاد الاشاعه ما غتكونش وصلت لرونالدو؟ اكيد. رونالدو بحكم بانه الاسم ديال باش نجبدو كاع ديال انس مثلا، راه تيعرفوا الناس بان انس ودادي، صحيح. فهمتيني؟ ودادي تنعرفوا انا عن قرب، فاكيد بان لما غادي مثلا يدي معاه في الهضره ويجي بغا يعرف بان غيعرف، لان الوداد الميزانيه ديالو باش غدور، باش تدور العام كامل ولا مثلا، فيمكن ربح الطرفين بجوج. المشاركه ديال رونالدو في كاس العالم في هذه النسخه، وكذلك الوداد كرونالدو كاسم كبير يكون مشارك معه في هذه النسخه. صحيح. واكيد انا ربما من وجهه نظري صحيح. انا متفق معك سي محمد، والايام ربما ستكون كفيله تمام. بالاجابه عن هل سينتقل رونالدو شوف للوداد. تا الاسم ديال حاري تا هو مطروح بقوه، صحيح. الرجوع ديال بعض اللاعبين اللي كانوا متالقين مع الوداد، صحيح. غير هو شوف هنايا اللي تيبقى مثلا الاول اللي تساءل ولا اللي هو مثلا الرئيس، صحيح. وكذلك الاداره التقنيه، صحيح. هما اللي نبقاو دائما في الميركاتو الخاص بالوداد. السي محمد، تابعتي المباراه ديال الامس، تابعتي اكيد الموسم، عرفنا انك كذلك انت السي محمد قضيتي هذا الموسم رفقه نادي الاتفاق المراكشي، فاكيد كنت متابع لكل صغيره وكبيره ان الوداد فريق ديالك بعد رجاء بني ملاك. شنو كيبان لك مكامن الخصاص تاع الوداد اللي خاصها ديرهم اليوم قبل غدا؟ كنعرفوا ان الفيفا حلات واحد الميركاتو استثنائي، شنو هما لي بوزوان اللي بانوا لك السي محمد انت كرجل تقني وعين تقنيه اللي خاصه الوداد قبل ما يمشيو للكوب دي موند؟ وشوف تكلم امين بن هاشم على كاين مراكز الخصاص، انا متفق معاه 100% على ان ما يقدرش يجبد الاسماء وما يقدرش يجبد لي بوست، لان كتقني بالله يعطيك الصحه، لان ما يمكنش تصرح، لان يقدر غدا ولا غدا مثلا يقدر يبقى معك في هذا اللاعب، يبقى معك في هذاك اللاعب، وغتولي انت تحرج قدامه، لان هذا واقع. وهذا الشيء انا عشته مع عادل رمزي، انا كان عنده بعض اللاعبين اللي كان تم الطرد ديالهم ومن بعد يعني بقاو، فكيفاش غادي هذاك اللاعب كيفاش غيعطيك؟ نرجعوا الاماكن الخصاص، لان بحكم ان تنتفرج في الوداد تنعرف حق المعرفه، تنظن بان الكل دابا اي ودادي، الناس اللي بعاد على الوداد دابا تقول لي غيقول لك في قلب الدفاع. صحيح. كاين مشكل اون بوينت كذلك، كاين راس الحربه، ولو ان هذاك اللاعب مثلا لما غتلعب معاه لاعبين اللي في المستوى، لان شفنا مرابط الدخول ديالو والعرضيات اللي عطى، تبين بان لاعب اللي يقدر مثلا ملي تيمشي تعرف اش يدير بالبالون، تيمشي تيسونطري. شفنا مثلا غير التمريره ديال المرابط البارح كان يسجل، غير مشى لي الاسم ديال الهداف هذاك اللاعب اللي اون بوينت الجنوب افريقي تماما، لاعب اللي في المستوى، فتديك تقريبا لي 11 ديبار اللي تتحس بان هي اللي تقدر لما تكون كنلعبوا مجموعين بيناتهم غيبان لك وداد اخر. صحيح. سيرتو انا تندوي على البارح، انا مثلا كان المرابط من الاول شفنا التالق ديال بوشتا تبارك الله على الضعف كظهير ايسر، شفنا اللاعب اللي جلبوه من المحمديه الزمراوي تبارك الله. شوف وان الناس تتكلم على البنيه الجسمانيه، ولكن اللعاب اللي تياخذ البالون من نظره تشوف بان اللعاب يعني ديفيرون على سميتو. فتنظن انا تنقول بان راه اي فريق يمكن تزيد عليه جوج اللعابه ولا ثلاثه يبان لك فريق اخر، وممكن تحيد غير لعاب جوج يبان لك الفريق ضعيف. هادشي كاين في كره القدم. صحيح. لان انت يعني تابعك كاس العالم من نوع خاص، خصوم كبار، فخصك تكون يعني توصل ديك الجاهزيه ديالك لا البدنيه ولا التقنيه وكذلك الذهنيه، لان
وهذا الشيء راه غنتكلموا عليه، لان الاخطاء اللي كانت البارح غير مسموح بها نهائيا. صحيح. انا ما يمكنش حتى تلعب مع السيفي، ولو ان تكلمنا على المعطيات ديال بان ما كانش مزيان هذه السنه، ولكن بهذوك اللاعبين ما خصكش تغلط، لان البريسينغ ملي تيديروه راه تيعرفوا واش تيديروا، راه ما تيخليوش حتى شي حاجه للمفاجاه، تيضغط عليك تيعرف انت غياخذها لك. صحيح. درسوا بان بن عبيده شاك فوا تتبغي تلعبها وسط اونطر لينين، انت كحارس المرمى من المفروض بان تدار عليك ضغط من بعد الكره. ربما خطا مشترك اسم محمد الريحي ما كانش يعطي لا، ولكن شوف ملي ورا الغلط بدا من عند الريح باش نكونوا متفقين، ولكن انت راه اخر واحد، انت انت ملي جا عندك البالون ديكاجيها صافي. هذا هو القرار الصائب. صافي ما تحتاج شي علم اخر. صحيح. فهمتيني؟ حيت انت ماشي هذيك لا ديرنيير باس غنماركيو بها، الا لعبتيها اونتر دو مثلا راه غادي نمشيو نماركيو، لا، هذاك تخليها الوسط ميدان هجومي تياخذ له ريسك، تيقلب على لا ديرنيير باس وخا تضيع. اما انا بالنسبه لي كحارس مرمى وشاك فوات مثلا تبقى دير هكاك امام هذوك الجماهير، لا ما باش، فهمتيني؟ مع كامل احتراماتي لبن عبيد بان والله زعما قلت احترام للجمهور، والله شويه كنت شويه زعما كنت ندوي عليه بحال هكا، ولكن عرف بان راه في مقابلات اخرى اللي تكون حاسمه راه ما غيسمح ليكش الناس. صحيح. والله راه رضا تعرف هذا الشيء مزيان، والله تحط التوني وتمشي بحالاتك، هذا الشيء اللي والله ما تبقى تجي تدور بتيران الوداد ولا بابا سميتو. لهذا مثلا اي واحد تعطاتو واحد الفرصه، مثلا الاخطاء كاينه في كره القدم، ما كاينش واحد فينا ما تيخطا، ملي كنا تنلعبوا ملي تندربوا كاين الاخطاء عند الانسان، ولكن ما تكونش مثلا ماشي تهور تنمشي البينانتي نضربوا مزيان وخلاها الجول ضيعتها. هادشي كاين. مهاجم تجيه واحد المدافع مثلا ما تيكونش القراءه الجيده ديالو تيسبقوا المهاجم، هادشي كاين في كره القدم. ولكن باش تبغي تلعب مع انت حارس ومع مهاجم وتبغي تقلبوا وتبغي تكروشي، راه ما مسموحاش. صحيح. ونتمنوا الاخطاء دار دابا وما دارش في المونديال تماما. على اي. اذا كاين دائما نبقاو في المونديال التوس محمد. الوداد اوقعته القرعه كما تحدثت قبل قليل امام مانشستر سيتي الانجليزي، يوفنتوس الايطالي والعين الاماراتي. كيفاش كتشوف الحظوظ ديال الوداد رغم المنافسه القويه مع الانديه العالميه اللي مولفه تاخذ مثل هذه المسابقات؟ هو الا غتجي باش نكون معك صريح، الا غنجي نتكلموا على يعني على الورق، فاش نظن بان لا السيتي ولا جيفونتيس هادو جوج ديال البطاقات محسومه، نكونوا واضحين. تتبقى مثلا انت والعين، ولكن كره القدم عوداتنا معنا ان مثلا رجعوا مثلا غير مؤخرا المونديال، الله يعطيك الصحه، حتى واحد راه شو حنا كمغاربه ما كناش نقولوا بان منتخب مع وليد غادي يوصلوا مثلا نصف النهائي ديال كاس العالم وكنا نقدروا ندوزوا حتى النهائي. فكره القدم دائما تعطي لكل مجتهد. نتمنوا بان اللاعبين يكونوا متحمسين، يعرفوا بان راه غيمثلوا الكره المغربيه ماشي الوداديه. لهذا كل شيء ممكن، نجيروا مقابله بمقابله، ولو ان راه السيتي ماشي هي ديك السيتي اللي كانت تخلع رضا، راك عرفت السيتي اللي دات عصبه الابطال مثلا وهذاك الشيء. فكاين تغييرات، كاين رحيل بعض اللاعبين، ولكن دائما السيتي راه تيبقى في مستوى عالي مع غوارديولا. جيفونتيس كذلك تنعرفوا الطريقه الايطاليه، ويعني الامور تياخذوها بجديه، ولو ان تيلعب مع فريق اضعف منه، ولكن تشوف بان كما تنقولوا الناس تتلعب بمعقوله. نتمنى لما لا ان شاء الله تكون احد البطاقات من نصيب فريق الوداد الرياضي. اذا لو تالق افتراضا لو تالق الوداد في كاس العالم للانديه، ربما هذا الشيء اللي كنتمناو حنا كاملين كمغاربه، مشاركه
ماشي الجماهير ديال الوداد بوحدها اللي كتمنى الفريق ديال يمشي بعيد، وانما حنا كاعلاميين جماهير اطر وطنيه كنا كنتمنوا الخير والتوفيق الممثل للانديه المغربيه في هذا كاس العالم للانديه في نسخته الجديده. لكن ربما الوداد حتى لو اقصي قدر الله من هذه المسابقه غادي يكون فائز. لماذا؟ لانه سيستفيد من اكبر من حمليه في تاريخ المشاركه ديالو في جميع لي كومبيتيسيون سواء الافريقيه سواء الدوليه. وربما هذا الشيء اللي غادي يضخ في خزينه الوداد ارقام مهمه، بشرط ان تعرف ان تكون حكامه في التسيير واستعدادا للموسم المقبل. الموسم المقبل الوداد كيتنتظروا 3 مشاركات في البطوله كاس العرش ثم كاس الكونفدراليه الافريقيه. هذا الكاس اللي كتغيب على خزينه الوداد، وربما الكاس الوحيد اللي ما تشوفش به الوداد في الباركور ديالو. هو من الناحيه الماديه احنا متفقين على ان شاءت الاقدار بان الحمد لله الوداد استفاد، لان كما تيقولوا معروفين بان الوداد شريفه. تنظن بان المسؤولين خصهم يكونوا كما تكلمت هذيك الحكمه الجيده. مي وهذا واقع، ما نمشيش انا اي اجون يبغي يجيب لي لعاب ويصوروا لي على انه لاعب خارق العاده، ولكن ملي تدخل الميدان تتلقاه بان لاعب عادي. وهذا الشيء راه لا داعي لذكر الاسماء بعض اللاعبين. شفنا واحد عادي برازيلي حنا دول الاجانب مغاربه تماما. فما يمشي مثلا انا تنعرفوا في اي دومين كاين فيه هذا الشيء ديال فهمتيني، نبقى نبيع لك الوهم. ولكن على ارض الواقع تيكون حاجه اخرى. رانا جبدنا الزمراوي، واش هذاك ارتور ولا بيدرينيو؟ ياك بيدرينيو ارتور. دابا مثلا هادوك غير بين زعما الناس تشاهدنا والناس تعلق علينا، هما احسن من الزمراوي؟ لا ابدا. تنقسم بالله تجمعهم بجوج وتعجنهم ما يعطوكش الزمراوي. صح فهمتيني؟ هذا واقع. فتنظن بان مثلا ندويو للاسف والله حيت رضا غندوي في واحد الموضوع اللي مثلا انا باش نجيب انا هاد جوج اللعابه انا الكرتي علاش يمشي والحسوني راهي كاع علاش قلت لك ما بغيتش نجبد هذا الموضوع، لان القائمه طويله. انا جبشي راه كان ديسيزيف الكرتي مع بيراميدز. راه لاعب لا تندويو على الكرتي. راه الكرتي راه ماركه في الفينال في لالي. صحيح. ما لاعب جيت نعرفوه تيكون في النهائيات تيكون ولاعب اللي تيلعب تقريبا واحد العدد ديال المقابلات كيحافظ نفس المستوى والحمد لله لانه محافظ على راسو دري مزيان. انا تنقول انا مثلا انا تنمعني على الفروق المغربيه كلها. من ملي تيكون عندك مثلا اللاعب اللي مزيان وتتمشي تجيب واحد بزباله الفلوس ما تيعطيك حتى اضافه، وهذاك اللي دا معاك لي تيتر وتبين بان فهمتيني ما تقدرش تحافظ عليه. هذا سؤال مطروح. ماشي بزاف، راه ماشي ذكرتي الكرتين نذكر لك هذيك حياه الله العملود وبانون في الرجاء مثلا. صحيح. هذو من ركائز الفريق نحافظ عليهم وعوض نستثمر في لاعب اجنبي اللي انا ما كنعرفوش نقمر به واش غينجح ولا ما ينجح، نانفيستي في هذاك اللي نجح معايا تماما ونعطيه راتب مريح. علاش دابا بيدرينو ب 3 مليار حسب شوف والله 3 مليار باش نكون معك للامانه المونطون ما عارفش لا ما يروح، ولكن ما يشاع مثلا ولا ما يقال بان مثلا ولو نقول لك انا انت جبتي 3 المليار انا نقول لك غير 600,000 اورو ولا 600,000 دولار لانهم ما تيتعاملوا بالعمله. انا من زعماك ما نعطيهش فيه ما يلعبش معايا ناس محمد ربما انت تفهم اكثر مني. دابا ملي شفتيه دابا شوف ملي شفناه قلنا راه ما غيلعبش لا معاك ولا اي فريق مثلا ياك بهذا المونطو ولا بهذا اللعب. ولكن في الاول علاش نقول لك راه تيبقى يروجوا لهم على ان لاعب اللي غتجيبو غادي يلعب معاك واحد سميتو غيمشي لهنا وغادي يربحوا فيه هنا، فهمتي راه تيبيعوا لك الهضره. والمشكله بيدرينو وارشور وذاك اللاعب اللي تصاب هذاك مازال مشى بحالته راه مشاو شافوه في البرازيل اسم محمد هي الطامه الكبرى. دابا انت بس محمد حاصل جميع الدبلومات واش ولعب دوزتي الكره واش دابا يعطوك كرسي 90 دقيقه ما تشوفش العاب ماشي تحكم عليه، ولكن غادي يبان لك واش لعاب ولا ما لعبش على الاقل. عطيتك واحد المعلومه في الاول وقلت لك على ان كاين واحد اللعاب ياك انا باقي نتذكر مزيان جبدنا اللعاب اللي كان في تيطوان سميتو جا الوداد لا اللي قلت لي رجع سميتو بن قطيب
علاش قلنا قبيله؟ لان واحد اللعاب في واحد الفريق راه تيقدر يكون نجم. انا راه ملي كنت لعاب والناس مثلا الوداديه راه غيكونوا شحال من لعاب كان بارز احسن لعاب في الفريق ديالو، ولكن ملي تيجي يلعب ما عرفتش واش ما تيتاقلمش، وفهمتيني ما تيبقاش هذاك اللعاب اللي كان في هذاك الفريق كان تيعتبر ما تيحس براسو نجم ومعطيه ثقه كبيره. ملي تيجي تلقى مثلا واحد النوعيه اخرى ديال اللاعبين ما تيقدرش يتاقلم وما تينجحش. راه هكا يقدر يوقع لك مثلا، راه شفتيه في البرازيل، شفتيه في الاجواء ديالو مع صحابه وتيفهموا صح كيما دار ليها تتصدق كما تنقولوا. ولكن ملي جيتي للوداد مثلا وشفت وداك الشيء اللي شفنا حنا ولا اللي شافوا الوداديه راه ماشي هو اللي شافوا هذوك الناس. لكن كاين واحد المعطى سي محمد في المغرب، ربما ما كاينش شي لاعب برازيلي اللي جا عندنا في تجارب مختلفه. كان دازو شي لعابه رقيقيه ولكن ماشي كواريه بحال دابا نبقاو في الوداد. كان دوز واحد البرازيلي ايميرسون، هذا كان في لي بالاريتي. من غير بالاريتي راه ما كاينش ايميرسون. لا كان تيخدم. انا نقول لك ايميرسون انا متفق معك تكنيكمون مثلا ماشي. بار كونتر كان واحد بيدرو معنا اللي كان 10 ما طولش. شتي ملي ياخذ الكره بريزيلي تنقول فهمتيني انا معروف فور تكنيكمون بريزيلي فهمتيني. هو ما كانش محافظ على راسو وما كانش بحال جاي مقصر عكس ايميرسون اللي تقرا لعب مع فخر الدين قبل منها لعب مع لا كان مع باش نعلش هذا لا الفرنسي اللي خرج من الوداد. الله يلا مشى نتذكر سميتو عرف شو لعب معاه، هو اللي كان دار واحد التصريح وسميتو. المهم لاديسلاس لوزانو صحيح، لاديسلاس لوزانو يعطيك الصحه. هذاك مثلا المدرب اللي كان تيبغي يلعب يخدم. واخا تكون اتاكون ميليتيرا مثلا خصك تعاونوا ديفونسيف. هو كان من النوعيه ديال كان اللاعب اللي تيبريسي، كان الا سونطريتي عليه ولو انه ما كانش طويل في الخامه ديالو، هو راه كان عادي. ولكن لا ديطونط عنده كانت مزيانه، كان عاوننا. دابا باقي انسان اللي تيبغي الوداد لواحد الدرجه دائما هو والعائله ديالو ولا سينتونيات الوداد فهمتي ودادي لان دوز ولو انه فتره قصيره ولكن بقى داك الحب ديالو للاعبين معنا ولا تقريبا الاسره الوداديه كلها. فهنا اللي تنقولوا كاين فرق ما بين اللاعب اللي هو عند بالو بان لان الكره رضا تيقبيه، الكره ماشي غير ملي تتكون عندك، حتى ملي ما تتكونش عندك الكره. صحيح. انا هذا كان تيقولها دائما محمد الله يذكره بخير، تيقول لك عندك الكره اش تدير وما عندكش شنو تدير سون بالون. انا نعطيوها لك ملي تبغي تلعب وملي ما تكونش عندك انت تبقاو نضاربوا عليها نجيبوها لك وتضيعها عاوتاني. لا شفنا مثلا الزمراوي ولا مترجي اسماعيل مؤخرا مثلا ولا حتى هو لاعب اللي ولا تيتقاتل. صحيح فهمتيني. ولو ان ما شفناش فهمتيني اللعاب اللي ولا تيحاول كما تنقولوا حنا يعاون صحابو ديفونسيف. فهذه هي كره القدم. الا كان عندك واحد المجموعه وشوف الا جبدنا مثلا الانتر مع البارسا وكيفاش فرقه اللي تدافع كلها وداو الشامبيونز ليغ والامثله عديده. السؤال ديال محمد واش بقاو دائما في السياق. انا قلت لك واش المدرسه البرازيليه واش عموما نجحات في المغرب ماشي في الوداد؟ ما نجحاتش. علاش غنمشي انا السوق ديال البرازيل نتقدم منه لاعب؟ بار كونتر لافريك ولا دابا مواهب تيبغيو يمشيو لاوروبا. انا متفق حتى لا فالور ديالهم ما كتلقاش. راه دوزنا لاعبين اللي هما كبار او موسانداور الجيل ديالكم ولا الجيل اللي قبل منكم السي محمد مؤخرا مبينزا اللاعب ديال ليبيريا جيبورت. هادو لاعبين تقاموا على الوداد. غوسو هادو لاعبين. شوف هو الا دوينا على واحد القائمه ديال اللاعبين انا متفق معك. يعني كاين البعض فيهم اللي نجح ولكن غير هو الاغلبيه. انا متفق معك وسيريو معقولين. فهمتيني. واحد مثلا افريقي ملي تيدير قدام واحد البروجي على ان مثلا غيكون غيلعب مع فريق الوداد ولا رجاء ولا تيلعب لون بوينت اللي كان في بركان
اللي كان مشلعين. وي متفق مشلعين. يلا ومقلع دابا وبخير. مالونغو تا هو مالونغو. تشوف لعاب اللي تيجي مثلا تيخدم، تحس به تيخدم. كاين لعاب اللي كيما حنا المغاربه باش نكونوا واضحين، كاين لعاب اللي مثلا تيبغي تيقول لك الكره شنو خصني ندير منها مثلا مستقبل، ولا جاي باغي نقصر مع راساتي. هادشي كاين في كره القدم على الاقل. ونتمنوا ان ماشي الوداد ان شاء الله ان اليوم المغرب راه ولات عندنا متابعه اعلاميه كبيره سي محمد، فما يمكنش لينا نخسروا فلوس سواء على مدربين يتخونجي، لان شنو هو الوصف تاع لاعب اجنبي ومدرب اجنبي؟ ولا تعلو بليس. اما كنت نجيب واحد ليترونجي ونخليه مغربي. متفق معك. تو تطوان هذا العام داو مع كرواتي ياك، جابوا بن سليفه بليزوما بواحد المرحله شويه حساسه، مورا جابوا ولد الدار. بن سليفه ما كيعرفش اكثر من الدريده برك كان غيصوبي حتى الاخر حتى كان المسير ديالهم بيديهم تطوان وطاح تماما. علاش ما نجيبش الدريده في الاول؟ وهي سبقات المرحله اللي قبل، لانه هو اللي كان صوفام. وديما بحال داك فهمتيني. تنظن بان شوف هذا هو المشكل. ما تستثمرش في واحد الانجاز درتيه، لان تطوال الكل، لان كان تيقول المشاركه ديالهم في كاس العالم للانديه اللي كانت في الرباط، وكذلك مثلا الفوز بجوج ديال البطولات متتاليه مثلا. والفريق الا غترجع معايا رجع معك شويه للماس صحيح، الثلاثيه التاريخيه مثلا. ومن بعد شفنا الفريق ملي مورا هبط للدوزيام ديفيزيون. فللاسف ما عرفش انا شوف هو شويه بدا تيتحسن هادشي من النوعيه ديال المسيرين، باش نكون معك واضحه شويه بدا تتحسن، لان كاين التزامات مع الجامعه والعصبه، بان ماشي تبقى تجيب لي في اللعابه وتجيب لي ما عندكش باش تلعب، ما عندكش الحق تروكريتي. هادو اشياء اللي شويه بدات تتنقص، ولكن كاين الاشكال هو في هذه النوعيه ديال جلب اللاعبين. صحيح سي محمد. دوينا على اشبيليا، دابا ندوي على بورتو ربما اكثر وقيمه من اشبيليا حاليا ان بورتو بطل الدوري البرتغالي باكثر من مناسبه. بورتو اللي كيضم لاعبين برتغاليين وبرازيليين على مستوى، ربما غادي يكون اختبار حقيقي، لان بورتو كما قلت لك كيضم نجوم. ربما الاحتكاك مع بورتو غادي يكون اكثر من اشبيليا. وفي هذه المباراه ربما غادي يكون بن هاشم ولا الوداد بشكل عام مطالب انه ياخذ مباراه اكثر جديه من السابقه ديالو. وهو اللي مطالب اكثر باش نكونوا واضحين هو امين بن هاشم. صحيح. لانه هو اللي خصو، لان كان واحد المزيج ما بين اللاعبين اللي كانوا، ومزيج ما بين مثلا اللعابه اللي عاد جاو جداد. ولكن تبين بان الا كان مثلا مايلولا الريحي شفناه كان في كما تنقولوا بدا تيتحسن تقريبا، بدا جايب الفورمه تقريبا واحد 90%. المرابط عندك لورش الله يعطيك الصحه مثلا كراس الحربه. شفنا التالق ديال الزمراوي، نتمنى ان شاء الله يبقى في نفس المستوى. مبارك ولو ان ما كانش بداك النجاعه ولا داك المستوى اللي كان معه تقريبا، اللي كان هو الابرز في الفريق الوداد فتره من الفترات. شفنا بوشتا مثلا على اليسار، مو في شوط اول يعني كان في المستوى، ربح لي ديال كان تيصعد مسانده سواء الهجوميه ولا الدور الدفاعي. فبن عبيد شويه يكون سيريو في اللعب ديالو، يكون معقول. فتنظن بان ان شاء الله الا كاين شي توليفه ما بين خط الدفاع، لان خص تلقى حل هذا في اقرب وقت، لان ملي تتلعب مع فروق كبيره يعني اقل مساحه غيستافدوا منها. فتنظن بان غتعطينا، انا متفق معك بان غتعطينا لحنا كمتتبعين لا كوداديين ولا الطاقم التقني ولا المسؤولين ديال الاداره، لان غادي ياخذوا فكره كبيره على الوداد. يمكن نتمنوا في هذه الايام القليله المقبله، لان كاين مطروحه بعض الاسماء، لان واش اشاعه واش بصح، لان تنظن بان الا كان بصح عاريت تنظن بان غيعطي اضافه لاعب دولي. وزياده على ذلك اللاعب اللي تيبغي الوداد ميول تيميل الوداد ودادي نتمنى ان شاء الله، لان
الكل مطالب دابا باش ان ما كاينش مجال لتضييع الوقت، لان خصك دير واحد لا ليست في واحد الدات معينه. نتمنى ان شاء الله اللي يكون الطاقم التقني ديال فريق الوداد يكون موفق، ويعني وكما تنقولوا باللغه العاميه بان حتى واحد ما يتظلم، ويستحق اللي يبقى واللي يمشي لكاس العالم واللي يستمر مع الوداد السنه المقبله. صح. سي محمد تدويش على خط الدفاع، انا ما غندويش على المحور ديال الدفاع لان كل شيء شاف بان ما لقيناش واحد الديو اللي ناجح بليزوما. ندوي لك على اريال دروا، ربما هذا كان صداع في راس سواء مكونه سواء امين بن هاشم، لان مكونه كان كيستقر على المفيد بعد الانتداب تاع موفي في الميركاتو الشتوي اللي كنشوفوا كياخذ لي بلاصتو. لكن بن هاشم لاحظتو كيدير واحد القضيه في كل ماتش من مباراه ديال الجيش كيلعب ميطا بلعاب ميطا الثاني بلعاب، ربما المدرب الوحيد اللي كيضربوا كل ماتش. شوفوا واش من باب يعني اعطاء الفرصه لكل لاعب، واش اللياقه البدنيه ما تسمحش لكل واحد فيهم مثلا باش يقدر يستمر اكثر من 45 دقيقه. هادو بكل صراحه كدير لك فونجمون فابور محمد. شوف انا علاش عطيت تساؤلات، الا كان مثلا من هاد واش مثلا باش يكونوا جاهزين بدنيا 100%، الا كانت مثلا ناخذوها قاعده ولا مثلا اشاك فوا كما قلتي هكا تضيع شونجمون هكاك ولا تترضي الخواطر، وهذه هي اللي ما مقبولاش. ولكن انا تنظن بان بن هاشم اكيد بان غادي يحسن، لان هذا فريق الوداد ما ندير الخاطر لا لهذا ولا لهذا. انا اللي مزيان هو اللي غيكون. فتنظن بان ما هذه راه من الاشياء اللي اكيد اللي غادي يكون فطر لها، لان اللعابه بجوج باش نكونوا واضحين بعض الفترات تتفضل هذا على هذا. انا شخصيا بعض المرات تيبان لي مفيد احسن من موفي، وبعض الفترات تيبان لي العكس. والله زعما كندوي معك صادق اخو. نتمناو بان اللي غيكون مثلا مع، لان مدافع مثلا خصك تكون كما تنقولوا منسق مع اللاعبين الاخرين، ثلاثه الاخرين، سواء اللي في اللاكس سواء اللي في سواء يقدر يكون اختيار اخر اللي يقدر يكون يلعب مثلا 3-4-3 ولا 3-4-2-1، يقدر مثلا ذاك الكولوار يخليه. انا زعما لحد الان ما اتضحتش الرؤيه، لان بن هاشم ما خداش واحد الفتره طويله مثلا باش نحكموا عليه ونقولوا بان راه خدا لو سيستم. ولكن الاقرب هو مثلا سواء 4 في الدفاع ولا 5، لان راك غتلعب مع فروق اللي تيعرفوا سواء على الاطراف تيعرفوا يدوزوا من الجناب يدوزوا من العمق، فريق اللي تيعرف يعني يستغل المساحات. وهادشي اللي خلص الوداد اليوم تبحث على لاعب مجرب، لانه غيلعبوا ضد لاعبين كما قلتي لاعبين كيجيدوا المراوغه والحلول على الاطراف ومن الوسط. فبالتالي كلمه بين اللاعبين اللي ربما اليوم عندهم كونترا ليبر اللي هو لاعب ايوب العملود اللي كيعرف الوداد حق المعرفه وتالق مع الوداد دا معهم تشامبيونز ليغ والبطوله الاحترافيه، وكان من ابرز اللاعبين اللي تمت المنافسه عليهم في منتخب الوطني المغربي في اكثر من مناسبه. فبالتالي ربما هذا يقدر يكون خيار للوداد الى نجح في التفاوض، لان العملود راه ماشي ليبر صافي راه ليبر، وانما العملود راه عنده عروض مع انديه كبيره. والله زعما كان انا شخصيا مثلا نتمنى مثلا يكون العملود، فهمتيني، لان عملود تعرفنا الاضافه اللي عطى هو كان من بين اللاعبين. ونتذكروا مثلا النهائي اللي كان مع فريق سان داونز في الميدان ديالو، تنعرفوا الصعود ديالو المتكرر، حلول يعني بالنسبه للهجوم، لاعب اللي قدم اشياء كثيره للوداد. غير هو السؤال المطروح مثلا واش بصح كاينين المفاوضات، واش خاصة تكون امين بن هاشم حتى هو مثلا، ولو اننا اكيد بان غيكون يبغيه عنده في الفريق. فهذه اشياء هذا الشيء اللي تنتمناو بان مثلا الناطق الرسمي ديال الوداد خص مره يخرج مثلا بخرجات اللي يوضح للجمهور الودادي والناس الاشاعات كتدل على حد. الله يعطيك الصحه، فهمتيني، حيت تنسمعوا حتى جبران
حتى هو صحيح. مفاوضات صحيح. الحسوني، صحيح. فهمتيني. ودائما كون على يقين اخويا رضا بان كاين دائما تلقى كاين اللي معاه وكاين اللي ضد، هذا صحيح. معروف هذا. عندي جوج ديال الاسئله قبل ما نختموا، نبقاو دائما في الميركاتو. واش ما كتبانش لك ان سي محمد مشى لعبتي في الوداد، دوزتي سنوات كثيره رفقات الوداد الرياضي، بدينا كنفقدوا ربما الانديه الكبيره بدات كتفقد واحد الهويه ديال ابناء المدرسه، لان كتعيا تشوف كتجي كتلقاو ابناء المدرسه هما اكثر حرقه، اكثر ناس اللي كيغيروا على الانديه ديالهم. دابا في كل ميركاتو كنت لك نهار الانديه الكبيره، الرجاء، الوداد، الجيش، دابا نحسبوا حتى بركان كذلك، رغم ان بركان عندهم واحد المدير بوحدو ناجح مليار في المية. لكن هاد الانديه الثلاثه اللي دويت لك عليهم كل ميركاتو كيجيبوا 8 7 لاعبين، وابناء المدرسه فينا هما علامه استفهام كبيره. لا رضا، غير هذه النقطه انا دائما تنتكلم ليها ولا فهمتيني، تنحس بها شويه. فريق رضا اللي تينافس على الالقاب ما تكلمش معايا على ابناء الفريق، باش نقول معاك واضح. واكبر دليل واحسن فريق في العالم هو ريال مدريد. ريال مدريد حسب معايا انا شحال من لعاب ولد الفرقه. انا متفق على ان فرقه خصها تكون عندها مدرسه. الا عطاتني انا غير جوج د اللعابه في العام ربح كبير هذاك. الله يعطيك الصحه. لان الوداد واحد فتره من الفترات ولاو ولاد الفرقه كانوا بنسبه كبيره، اللي من بينهم الحسوني، مترجي، اشرف داري مثلا. واحد الوقت اللي ولينا تنشوفوا هادوك اللعابه من اللي مثلا ما غيبقاوش في نفس المستوى، ولا جاوهم عروض ولا داكشي، انت ما غيكونش عندك خلاف. صحيح. الا ما كان والو في هذه المدرسه، ما كاينش البروفيل ديال اللعاب اللي خصو يكون في الوداد. ضروري انا خصني نلعب ولد الوداد باش يتسمى بان انا راه زعما كنت نلعب ولاد المدرسه. لا، خص يكون افيكاس. الكره الله يعطيك الصحه، الكره خص الاحسن. صحيح. لان وهذه ما يعني باش ما والله ما ندوي على راسي انا، كاينين اللعابه اللي خارج من فريق الوداد مثلا، جلبهم الوداد من فرق اخرى، كانوا تيعطيو لحمهم. صحيح. كانوا تيأديو 100% بغض النظر عن الامور الماديه. ولكن انا باش نسمي بان راه حكا ما كايناش ولاد الوداد، ما كاينش سميتو، لا ما فهمتيني. انا تنظن بان هذه غير ترويج لبعض اللاعبين اللي ما، وانا تنقولها وتنعاودها، كاين بعض اللاعبين ما يستاهلوش يلعبوا، بلا ما نبقاو نكذبوا على بعضياتنا. راه من الاحسن وهذا الشيء، ولو ان نخرجوا شويه على سميتو، راه ندويو على بعض اللاعبين اللي خرجوا بريطي وداروا مستويات كبيره ورجعوا كبار الفروق ديالهم. صحيح. وندوي على رحيمي اكبر من الله يسعدك. مشى ليطوان، مشى الهواج، راه تبانو راه خرج حتى هو. وتا بدر جاب البالون، مشى الواف، مشى الواف ومشى رجع اكادير بيضاق بالواف. فرق فوق انت تعرف. مثلا الا غدوي معايا على الوداد راه ندوي معاك على الحسوني وعلى المترجي. صحيح. فهمتيني. اللعابه اللي خرجوا مشاو الخريبكا، واش فهمتيني. راه الانسان تيمشي وتيرجع قوي، لان المترجي راه جاب تشامبيونز ليغ. صحيح. حسوني كان تيحامي فرقه كذلك، احسن 10 داز. صحيح. فهمتيني. غير والله العظيم وي سي فري، ملي تيكونوا عندك ابناء الفريق تتكون مثلا تتفادى بزاف ديال الحويجات، منهم مثلا الكراعه، منهم مثلا فهمتيني. كاين الهويه كما قلتي، فهمتيني. تيتربى بان من الصغر ديالو هذه وهذاك الشيء. ولكن كاين وكيعاونوا الفريق حتى ماديا. عندك بان سفير رحيمي، اشرف داري، هذو كلهم نهار مشاو راه خلاو فلوس كثيره للفرق ديالهم. على اين سؤال اخر سي محمد، كنعرفوك انك انت ملالي الاصل، احد نجوم كره القدم ملاليه، بني ملال تفتخروا بابنه محمد مديحي. لعبتي في بني ملال، دربتي بني ملال، اليوم بني ملال امام مباراه مصيريه ضد حسنيه اكادير نهايه الاسبوع الجاري. كيفاش كتشوف هذا اللقاء؟ واش بني ملال سي محمد عندها حظوظ بكل حياديه للصعود، ام ربما بني ملال حظوظ ديالو ضعيفه امام حسنيه اكادير؟ لا بالعكس اخويا
رضا بالعكس انا تنشوف حظوظ فريق رجاء بني ملال الافضل، ولو ان التعادل غير يمكن تتاكد لي المعلومه على ان يمكن الهدف خارج الميدان. صحيح. ما عرفتش مطبقين هذه المعلومه هذه صحيح تيساوي جوج يمكن. ولو ان كما كاين يعني حسب المعلومات اللي تنعرف بان عانى من بعض الغيابات سيرتو في المقابلات الاخيره، فتنظن بان اذا كانت يعني الناس عطاو قيمه لهذوك اللاعبين الطاقم التقني، وكذلك عدم كثرة تتعرف هذا الشيء رضا مزيان راك تستبني ملال، خليو اللاعبين في التركيز جيد، يعني كثر دخول وخرج دخول وخرج فهمتيني. شي وحدين اللي لا عندهم لا علاقه فهمتيني تيجيو غير في كما تنقولوا حنايا في هذاك النهار الكبير، لانكم كانوا مثلا واحد المسانده من بدايه العام. فتنظر بان يطلعوا بلا براج. راه تكلمت على اكثر من مره على ان مثلا الصراعات اللي كاينه ما بين الجمعيه والشركه وهذاك الشيء، راه هادو من الاشياء اللي اثروا على اللاعبين وعلى الطاقم التقني. فتنظن بان من المفروض مثلا يشوفوا الجانب المادي يهيئوا اللاعبين والطاقم التقني في احسن الظروف. للاسف يعني تنعرفوا بان حسنيه اكادير مع السي عبد الهادي السكيتشيوي كان في احسن الاحوال ديالو تقريبا هاد السنوات، ولما كان ممنوع من انتدابات تقريبا لا الميركاتو الصيفي ولا كذلك الشتوي. رغم ذلك يعني بقى متشبت وبعض الفترات يدير نتائج بعضات الحق لهذا مقابله السد. اكيد باننا غنكون معاه، نتمنى الصعود الرجاء بني ملال، لان فريق اخويا رضا فريق اللي فاز بالشامبيون صحيح قبل من تقريبا قبل الفروق انا في المغرب قبل الرجاء يعطيك الصحه فهمتيني. فريق اللي دوز لاعبين كبار، نتمنوا ليه ان شاء الله التوفيق. تنقولوا بان رجاء بني ملال الى طلع البريمير ديفيزيون مثلا البطوله برو، نتمنى بان خصو يبقى صحيح ماشي فهمتيني طالع نازل. هذه هي اللي تنقولوا ديك الحكمه الجيده. للاسف بني ملال انا راه ولد بني ملال وهذا هو عيبنا، ما كاين ما نخبيو. بني ملال تتعيش صراعات للاسف دائما، صراعات ما بين هذا وهذا، والفارق هو اللي تياكل العصا. انا تنتمنى بان شنو هو المبتغى ديال اي واحد، سواء مثلا ساكن في بني ملال ولا مثلا اونسيان ولا مسير قديم ولا مسير جديد ولا مثلا الناس اللي باغا تجي للفرق، شنو هو البريمير ديفيزيون. وعلاش نبقاو مثلا هنا الا كان هذا انا مع هذا والا كان هذا انا مع هذا. والله رضا تعرف انت دابا مزيان بني ملال وانا كذلك شنعرف حق المعرفه. فكاينين اشياء اللي كما تنقولوا حنايا غير داك التخربيق هو اللي تيخرج على بني ملال. صحيح. اما بني ملال دوزات الكويريه صحيح، دوزات ناس اللي هكا دوزوا معنا مسؤولين اللي كانوا صاحبي والله العلي العظيم الى يضرب لهم 1000 حساب، عندهم سميه في المغرب كله. فهذا تيدخل معك التيران تتحس بان معك محمي الله يعطيك الصحه لا من جميع النواحي. للاسف دابا بعض المرات لان تيضرني في خاطري ان مسؤول بني ملال كافو التحد والله هذا واقع. لا تيضرني في خاطري ان يمكن شفتي مواقع مثلا مؤخرا في المنصه الشرفيه في مثلا المنصه الشرفيه مثلا ويبقاو هكاك عراق ما يمكنش فرق لعبه والناس المسؤولين ديالها كتضرب صوره تاريخ تاع مدينه تاريخ تماما. شوف فرقه كبيره هذا واقع. راه الا اتحدوا مثلا اتحدوا اولا حاجه اتحدوا على المسؤولين بيناتهم، عوض ما تبقاو في نقاشات اتحدوا المسؤولين بيناتهم وعطاو الثقه الكبيره للطاقم التقني واللاعبين مثلا وخليهم. انت بديت معك مثلا في بدايه الموسم اش غدير معايا نهايه الموسم؟ لان بني ملال دوينا في الكواليس اخويا رضا بني ملال مثلا كانت تطلع فاسيلمون. صحيح ربما انا نقول لك تطلع هي الاولى موسم سهل هذا موسم
جد سهل. صحيح. لان ما بغيتش نجبد مثلا بعض الفروق اللي ضيعت معاهم بني من النقاط، حسبهم ليا راه غنقول لك انا بني من الواط طلعت في الدوره 26 27. صحيح. هذا واقع للاسف. ونتمناو لهم بهذه المناسبه اخويا رضا، نتمناو لهم التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله. ولا قدر الله بني من ما طلعتش راه ماشي نهايه العالم. صحيح. فهمتيني؟ باش من سميتو نقدروا نبنيو فرقه ان شاء الله اللي ملي تطلع بريمير ديفيزيون دير كيما دارت مثلا سوالم زمامره صحيح بركان توارقه الله يعطيك الصحه. فرقه اللي نجيب لاعبين اللي يكونوا في المستوى حريفيه مثلا، ونبدا لاعب تلعب على المركز العاشر، ما ننزلش القسم الوطني الثاني شويه تنبدا نتسلق المراتب. عفوا. وهذا هو اللي عودتنا عليه رجاء بني ملا ماشي فرق تاع ديفيزيون اللي ما كيعرفش على انا قلت لك كل التوفيق بني ملا، لاننا جميعا نحذروا من هذه المدينه الجميله اقليميه كما تيقول السي محمد. كل التوفيق لرجاء بني ملا امام حسنيه اكادير في لقاء السد نهايه الاسبوع الجاري. شكرا لك سي محمد، انتم اطار وطني ودولي مغربي سابق واحد ابرز نجوم كره القدم الوطنيه، على الاستضافه دي او على قبول الدعوه. نحن جد سعداء انك تكون معنا سي محمد، على امل ان تكون ضيف مره اخرى، انت ماشي ضيف تو الدار. شكرا خويا رضا، والله الا لي الشرف نكون معك. تحيه ليك وتحيه الناس اللي كانت متبعنا وكذلك مخرج الحلقه. نتمنى ان شاء الله في مناسبات مقبله ان شاء الله. ان شاء الله. الشكر وكل الشكر لكم انتم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. القاكم باذن الله تعالى في حلقه جديده من برنامج فيسير. الى ذلك الحين تقبلوا مني انا محمد رضا بوحوته اطيب المنى.